السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بقى على آخر حاجة عندنا في ال HTML، وهو تاج اسمه ميتا، الميتا داتا. تاج اسمه ميتا، والميتا ده من التاجز اللي ملهاش قفلة. الميتا ده بيعمل ايه؟ الميتا ده بيعمل حاجة اسمها وصف للميتا داتا. يعني ايه كلمة ميتا داتا؟ ميتا داتا مقصود بيها information about the data. يعني ايه؟ يعني معلومات عن الصفحة، معلومات عن البيانات اللي موجودة عندك في الصفحة بتاعتك. الميتا داتا هو او الميتا تاج داتا هو تاج بيتم وضعه في الهيد. احنا عارفين ان احنا عندنا هيد، وعارفين ان احنا عندنا بادي. تاج الميتا من التاجز اللي بيتم وضعها في تاج الهيد. ايه هي الانفورميشن او المعلومات اللي الميتا تاج بيديهاني او بيديها للصفحه بتاعتي؟ اول معلومه عندي وهي بيديني بعض الكيوردز علشان اقدر ان انا اساعد السيرش انجن. انا عارف ان في اكتر من سيرش انجن او محركات بحث زي محرك بحث جوجل. فالميتا داتا اقدر من خلاله ان انا اساعد محركات البحث دي في ان هي تقدر تجد الصفحة بتاعتي او الموقع بتاعي من ضمن الصفحات الاولى في محركات البحث. فعندي في الميتا تاج في عندي اتريبيوت اسمه نيم. الاتريبيوت اللي اسمه نيم ده انا بحط فيه الانفورميشن اللي انا عايز اوصفها. فلو الانفورميشن دي كانت الكي ووردز اللي انت عايز تساعد بيها السيرش انجن، فبروح اقول له هنا كده كي ووردز، واجي هنا في الكونتنت اتريبيوت، كونتنت اتريبيوت، وابتدي احط بقى الكي ووردز بتاعتي. يبقى انا عندي نيم وعندي كونتنت. نيم بحط فيه اسم او الوصف بتاع الانفورميشن اللي انا عايزه، والكونتنت البيانات بقى اللي انا عايز احطها للوصف ده. تعالوا ناخد شويه امثله كده. يعني مثلا تعالوا كده نروح للهيد تاج بتاعي. ادي الهيد اهو، ورحت رايح قايل له اهو ميتا، ميتا تاج، ورحت رايح قايل له نيم keywords، ورحت رايح قايل له هنا content. مثلا احنا بنتكلم على كورس HTML، فاروح اقول له كده HTML. مثلا لو انت بتدور على HTML، بتدور على ديزاين، مثلا بتدور على ويب ديزاين، وهكذا. حط بقى، يعني انا بفصل ما بين كل كيورد والتاني بالكوما، وابتدي احط الكيوردز اللي انا عايزها. يبقى اول حاجه عندي الميتا، وعندي في الميتا نيم وكونتنت. في حاجات تاني؟ طبعا في حاجات تاني. طيب لو انا مثلا عايز اعمل وصف للصفحه بتاعتي مثلا، فرحت رايح قايل له كده ميتا برضو، ورحت رايح قايل له نيم وصف، يعني description، description، ورحت رايح قايل له هنا كده content، وابتديت احط مثلا وصف للصفحه بتاعتي، وليكن مثلا free web tutorial مثلا. احنا بنعمل صفحه ويب تعليميه، يبقى انا بوصف كده الصفحه دي هي صفحه تعليميه عن الويب. لو انا عايز اعمل برضو اقول الصفحه دي مين اللي عمل الديزاين ده، او مين اللي ورا الديزاين ده، فرحت رايح قايل له كده برضو ميتا، ورحت رايح قايل له نيم، وعندي هنا author. يعني ايه كلمه author؟ author معناها المؤلف اللي عمل الصفحه دي، اللي عمل الديزاين ده. نفس الفكره كده، اروح رايح قايل له content، واقول له الاوثر بتاع الصفحه دي او بتاع الويب ده امير فاروق.
يبقى انا عندي ميتا كيوردز، ميتا ديسكريبشن، وعندي ميتا اوثر. عندي برضو من التاج الميتا او من الاتريبيوت المهمه جدا في تاج الميتا، عندي ميتا، وعندي اتريبيوت مهم جدا اسمه char set او character set. هقول لك الفاليو بعد كده، هقول لك دي بتعمل ايه. UTF داش 8. ايه بقى القيمه اللي انا كتبتها وايه الكاركتر سيت او التشار سيت دي؟ انت دلوقتي بتعمل ويب سايت، وارد ان الويب سايت ده يكون فيه اي لغه غير اللغه الانجليزيه. بعمل موقع فيه عربي، بعمل موقع فيه فرنسي، بعمل موقع فيه صيني، بعمل موقع فيه اي لغه. فزمان في الديزاينز او في الاصدارات القديمه بتاعت البراوزرز، لو انت كاتب عربي في التصميم بتاعك، البراوزر ما بيقراهوش. فعلشان تعرف البراوزر ان الصفحة بتاعتك دي بتحتوي على لغات تانية غير اللغة الانجليزية، بقول له الكاركتر سات. كاركتر معناه حروف، وسات معناه مجموعة، فبقول له مجموعة الحروف اليو تي اف 8. ده الانكودنج او الترميز اللي بيشمل اللغات كلها اللي فيها اللغة العربية والانجليزية وغيرها. وبالتالي لو انت بتعمل تصميم والتصميم ده هيحتوي على لغة غير الانجليزية، يفضل انك تحط الكاركتر سات اليو تي اف 8 علشان لو في حد بيستخدم براوزرز من اصدارات قديمة يقدر يشوف البيانات اللي انت حاططها في الصفحة دي ان هي باللغة العربية، ويقدر ان هو يبقى ظاهره له. لو انت زمان بتستخدم اصدارات قديمة من البراوزرز، هتلاقي العربي ده بيعمل لك رموز، علامات استفهام وعلامات هاشتاج وعلامات غريبة، لانه مش قادر يقرا العربي. اخر حاجه هنقولها النهارده في كورس ال HTML، ونودعكم بقى في كورس ال HTML علشان نبتدي مرحله جديده في الديزاين، وهي ان شاء الله لغه ال CSS. اخر تاج عايز اتكلم عليه وهو تاج اسمه لينك. تاج اسمه لينك ده ليه اتنين اتريبيوت مهمين قوي. الاتريبيوت الاولاني اسمه rel، اختصار لكلمه relation، والاتريبيوت التاني عندي اسمه href. واحنا عارفين من اللينكات اللي كنا بنعملها اللي هو تاج الايه، ان الhref ده بحط فيه مسار ايه بقى، وايه لينك ده؟ لينك ده بستخدمه لاكتر من حاجه، لسه هنتكلم عليه مع السي اس اس، ولسه هنتكلم فيه تاجز هتكلم عليها مع الجافا سكريبت، ولسه في اتريبيوت هنشرحها في لغات كمان مع الويب زي البي اتش بي مثلا. يعني برضو معلش انا عايز اوقف الجزئيه دي شويه. يعني ده باشمهندس معناه ان احنا لسه في حاجات ما اتقالتش في ال HTML؟ طبعا لسه في حاجات ما اتقالتش في ال HTML، ولكن related او مرتبطه بحاجات تانية. يعني مثلا في حاجات في ال HTML مرتبطه بال CSS، فلما اخش في ال CSS هرجع اقولها في ال HTML. في حاجات مرتبطه بالجافا سكريبت، فلما ادخل في الجافا سكريبت هرجع اقولها في ال HTML، وهكذا برضو في البي اتش بي. فاحنا بس خدنا كل اللي انا محتاجه ال HTML كديزاين، بس من غير ما يكون ليه ريليشن مع حاجه تانية. طيب ايه اللينك بقى؟ اللينك وهو التاج اللي انا من خلاله بقدر اعمل حاجات كتيره قوي. اول حاجه هنتعلمها النهارده وهي ازاي اقدر اعمل لوجو، او ازاي ان انا اقدر اعمل ايكون للصفحه بتاعتي. هاجي هنا في الريليشن واروح رايح قايل له ايكون، يعني انا عايز اعمل ايكون للصفحه بتاعتي، واجي هنا في الاتشرف واحط مسار الايقونه دي. طيب تعالوا نجيب ايقونه. في مواقع شهيره للايكونز بتاعتي، زي موقع مثلا icons-icons.com. تقدر تعمل سيرش على الايكون اللي انت عايزها، والموقع ده فري. سيرش على الايكون اللي انت عايزها. اهم حاجه لما تنزل الايكون بتاعتك يكون الامتداد بتاعها ICO. اهم حاجه الامتداد بتاع الصفحه بتاعتك، او سوري الامتداد بتاع الايكون بتاعك يبقى ICO. فمثلا انا عندي ايكون، الايكون دي اسمها fave.ico، فانا هروح رايح كده واخد الاسم بتاعها اهو كوبي، واروح رايح على الصفحه بتاعتي واقول له href images/fave.ico. ارجع على الصفحه، اقفل ده خلاص مش عايزه. ادي الصفحه بتاعتي، هعمل ريفرش عشان اشوف الايكون بتاعتي اللي هتظهر هنا مكانها فوق. ريفرش، بص كده ادي الايكون بتاعتي ظهرت جنب اسم الموقع او جنب التايتل بتاع الموقع بتاعي.
يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا اتعلم ازاي اقدر اعمل ايقونة او ازاي اقدر اعمل لوجو للصفحة بتاعتي. بيظهر فين اللوجو ده؟ بيظهر جنب العنوان، جنب التايتل. يبقى الميتا تاج اللي انا خدته النهاردة واللينك هما الاتنين جوه تاج الهيد. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. أتمنى إن السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وأنا دايما موجود عشان أجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.